السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ هنشرح دلوقتي اول محاضره من الالكتروثيرابي. طيب خلينا نعرف في البدايه ان الالكتروثيرابي ده مش مجرد كهرباء وخلاص، لا ده يعني وسيله وموداليتي. كلمه موداليتي ان هي من وسائل العلاجيه اللي احنا بنستخدمها وبتميزنا كدكاتره علاج طبيعي. انا عايزك تتخيل كده ان انت معاك ريموت كنترول، ريموت زي بتاع التلفزيون. الريموت ده تقدر تتحكم بيه في جسم المريض، تخفف له الالم، تنشط له عضلات، تسرع له التئام جروح، تقلل التورم، وكل ده من غير ما تدخل جراحيا او حتى تديله دواء. ده بالظبط اللي بنعمله لما نستخدم الكتروثيرابي في العلاج الطبيعي. مش مجرد جهاز بيطلع شوية كهرباء، لا، الالكتروثيرابي وسيلة قوية بتساعدنا ان احنا نعيد توازن الجسم ونرجعه يشتغل بشكل طبيعي. نستخدمه في ايه يا دكتور؟ نقلل الألم حتى في أصعب الحالات زي الكرونيك بين او البوست سيرجيكال بين. كل دي آلام صعبة جدا، بنستخدم الالكتروثيرابي وبينفعنا. ننبه العضلات وننشطها، فنساعد ان المريض ده يبدأ يحرك جسمه بعد الإصابة أو عملية، خصوصا لما يكون عنده ماسل انهبيشن، يعني عضلاته مش شغالة أصلا وضعيفة وعندها ضعف شديد. هنا الإلكتروثيرابي بينشطها غصب عنها. طيب برضو نحسن الدورة الدموية، وكمان نسرع التئام الأنسجة والجروح. الإلكتروثيرابي بيخش في التئام الجروح. طيب نقلل الورم والالتهابات خصوصا في الإصابات الشديدة. ده كله يخلي الالكتروثيرابي مش رفاهيه، مش حاجه نتريق عليها او نقول هو انا ازاي دكتور علاج طبيعي واشتغل الكترو. لا، ده شغلك، ده جزء من شغلك، فهو جزء اساسي من خطتك العلاجيه كاخصائي علاج طبيعي. الفكره مش بس اننا نستخدم جهاز ونمشي، لا، الفكره اننا نعرف اي نوع من الكهرباء هنستخدم في اي وقت وباي جرعه عشان نوصل لافضل نتيجه للمرضى. طيب خدنا انترودكشن سريع، تعالى بقى نخش في المحاضره بتاعتنا. المحاضره بتاعتنا بتكلمنا عن الثيرابيوتيك موداليتي رول ان ريهابيليتيشن، وبتكلمنا بقى عن، يعني نعرف كده عن الالكتروثيرابي و يعني ناخد انترودكشن، مقدمه كده، نعرف الاساسيات. طيب في البدايه بس يعني من العنوان الثيرابيوتيك موداليتي. يعني ايه ثيرابيوتيك موداليتي؟ ببساطه هي اي وسيله او طريقه علاجيه بنستخدمها علشان نوصل لتاثير معين على الجسم، زي ان احنا نخفف الالم، نزود المدى الحركي، نسرع الالتئام، او حتى ننشط عضلات. يبقى الكلمه دي لما تتقال اللي هي الثيرابيوتيك موداليتي، ده معناه ان دي وسائل بنستخدمها علاجيه بتساعدنا ان احنا نوصل للعيان ده ان هو يبقى احسن، يخفف الالم وهكذا. قال لك والله ان الثيرابيوتيك موداليتي ده بنعمل يعني ادمنستريشن لثيرمال او ميكانيكال او الكترومagnetic او لايت انرجي فور سبيسيفيك ثيرابيوتيك افكت. يعني انت بتستخدم، ما هو انت دكتور علاج طبيعي. يعني ايه دكتور علاج طبيعي؟ يعني بنستخدم الاشياء الطبيعيه في ان احنا نحسن العيان ده. فيعني ممكن نستخدم ثيرمال حراره، ميكانيكال معناها حركه زي مثلا ان شاء الله بعد كده في الثيرابيوتيك اكسرسايز اللي هي التمارين. ممكن برضو حتى نستخدم الالكترومagnetic، الموجات المغناطيسيه، ما هي حاجات طبيعيه في الطبيعه الحاجات دي. اللايت انرجي زي مثلا الضوء، زي الانفراريد وهكذا، عشان ندي تأثير علاجي. تأثير علاجي ان احنا مثلا نخفف الألم، نزود الرينج اوف موشن، نمبروف التيشو هيلينج، نزود الاستشفاء بتاع النسيج، نزود الماسل اكتيفيتي، يعني الاكشن والحركة بتاعة العضلات تبقى كويسة واحسن. طيب ماشي. الترم بتاع الثيرابيوتيك موداليتي يعني والفيزيكال ايجنت بنستخدمه كانتر تشينجبل تو ديسكرايب وايد اراي اوف تريتمنت. يعني احنا بنستخدم الكلمه دي، الكلمتين دول اللي هم الثيرابيوتيك موداليتي او الفيزيكال ايجنت، الاثنين يعتبر واحد، يعتبروا ان احنا بنستخدمهم في علاجات وتدخلات، يعني تدخلات علاجيه مننا كدكاتره عشان نوصل لثيرابيوتيك بينيفيتس، يعني نوصل لفوائد علاجيه. احنا عايزين نحسن العيان ده، فدورها مهم جدا في التاهيل بتاعك. هو انت بص، خد بالك ان دكتور العلاج الطبيعي ده، انا عايزك تتخيل كده ان هو معاه شنطه العلاج الطبيعي ده شنطه. الشنطه دي فيها تمارين، فيها الكترو ثيرابي، فيها مانيوال اللي هو المساج بقى والى ذلك، فيها هيدرو، الكترو، مانيوال، فيها كل حاجه. انت بقى بالشنطه دي هندس الشنطه دي او برمج واعمل برنامج لكل عيان على حسب حالته من الشنطه اللي في ايدك دي. واحنا بناخد دلوقتي يعني جزء من الشنطه اللي في ايدك دي، وهو الالكتروثيرابي اللي هنتكلم عنه في ال الكورس بتاعنا.
طيب الترم برضو بيكلمك عن الترم بتاع الثيرابيوتيك موداليتي more appropriate reflect the ability of this intervention to provide a therapeutic benefit. يعني والله احنا بنقول عليها therapeutic modality، دي حاجة يعني ان انت تقول عليها therapeutic modality ده appropriate، ده صح اكتر. ليه؟ لان هي تدخلات بتدينا therapeutic benefit، يعني هي بتديك فوائد علاجية، فبيقول لك ان الاصح انك تقول عليها therapeutic modality. طيب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله ان الثيرابيوتيك موداليتيز اللي هي الوسائل العلاجيه اللي احنا قلنا عليها، يعني كانت وما زالت هتفضل جزء من يعني البروجرام بتاعك او البرنامج العلاجي بتاعك كدكتور علاج طبيعي. هي مش حاجه لسه يعني مستحدثينها من كام يوم، لا دي موجوده من قديم الازل وهنفضل دايما نستخدمها. على فكره ان في حاجه يعني حاجه اسمها الكتروثيرابي عندك في العلاج الطبيعي، دي ميزه قويه جدا. ليه؟ لان في تكنولوجي في الطب بتاعك وقابل للتحديث. يعني ادي كمان 5 سنين 10 سنين وشوف الاجهزه والالكتروثيرابي هيبقى واصل فين، التكنولوجيا هتبقى واصله فين، قدراتنا في العلاج هتبقى اخبارها ايه. التكنولوجيا لما بتخش اي مجال بتخليه يطير في السحاب. فخد بالك دي الالكترو، اوعى تستحقر الالكترو، ده الالكترو دي من اهم الوسائل العلاجيه. طيب هنكمل. والله ماشي اوكي يا دكتور، ونستخدمها ككومبلمنت other elements، يعني هي ما بتستخدمش فرادى. يعني الالكتروثيرابي ما نقولش العلاج الكتروثيرابي فقط، لا هي كومبلمنت من other elements، يعني هي جزء من اجزاء كتير، يعني هي مكمل لعناصر تانية. لان العلاج الطبيعي مش حاجه واحده هتعملها للعيان هيرتاح، لا هو مجموعه من الحاجات. والله هتخش له بجلسه الالكترو، بعدين نخش له بكولد او تلج، بعدين بقى نبدا له اكسرسايز تمارين. طب والله ده يا دكتور حصل شد، طب نعمل لك شويه مانيوال. هكذا انت شغلك كومبلمنتري، كومبو، كذا حاجه مع بعض. طيب more comprehensive patient care plan، يعني comprehensive يعني يكون في علاج متكامل للبيشنت بتاعك. زي ايه مثلا؟ والله نعمل له therapeutic exercise، تمام، زي strengthening او stretching او neuromuscular reduction او حتى بالانس، نعمل له تمارين بالانس. بعد كده والله نعمل له مانيوال، زي مثلا التيشو موبيلايزيشن والجوينت موبيلايزيشن والمانيبوليشن. كل الحاجات دي هناخدها في الثيرابيوتيك، ما تقلقش هتاخدها كلها، بس دي تعتبر حاجات اكسرسايز تمارين، وحاجات مانيوال حاجات بتعملها بايدك. او كمان يدخل في العلاج بتاعك البيشنت اديوكيشن، انك تعلمه البادي ميكانكس. والله يا دكتور، او مثلا لما العيان يخش لك تقول له بلاش تبص في التليفون وتتني رقبتك، لا خلي الموبايل فوق، بلاش انك تقعد و يعني يعني ظهرك محني، لا افرد ظهرك وانت قاعد. دي كلها بادي ميكانكس وحاجات تعلمها للعيان عشان البوستشر بتاعه يفضل زي ما هو، وتديله كمان هوم اكسرسايز تمارين يعملها في البيت عشان نقلل او نسرع من عمليه الهيلينج. لازم يعمل تمارين في البيت. فده الالكترو بقى، الالكترو هو جزء من الحاجات الكتير قوي دي. يبقى انت هتعمل له الكترو وهتعمل له ثيرابيوتيك اكسرسايز وهتعمل له مانيوال وكمان هتعلمه تقول له حاجات ياخد باله منها. ده هو العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي مش حاجه واحده. طيب ال... عندنا بقى حاجه اسمها الكولد ثيرابي، العلاج بالبرد. طب هتقول لي يا دكتور هو طب ليه الكولد ثيرابي ما يبقاش مع الهايدرو؟ ما هو يعتبر سائل. اقول لك لا، الكولد ثيرابي يختلف عن الهيدروثيرابي ان في جهاز اصلا، اجهزه الكترو بتطلع كولد، اللي هو اللي هناخده كمان شويه، جهاز بيطلع حاجات يعني بيطلع هواء ساقع. طب نستخدمه في ايه ده يا دكتور؟ نستخدمه طبعا ان الهواء الساقع ده دايما يقلل لنا البين ويقلل لنا الالتهابات ويقلل لنا كمان الانتفاخات. يعني لو واحد مثلا لا قدر الله انت بتلعب كوره دلوقتي وقعت على ركبتك، تلاقي ركبتك بقت قد كده، انتفخت قد كده، فتروح عامل ايه؟ يقول لك إيه؟ اجري حط عليها تلج عشان تخفف السويلنج تورم، وكمان تخف كمان البين بتاعك. يبقى في الايرلي ستيج، في بدايه المشاكل او في بدايه الانفلاميشن، دايما نحب نخش بكولد، لان الكولد بيضيق الاوعيه الدمويه فيخف الالم ويخف التورم، لان التورم ده حصل بسبب الاوعيه الدمويه اللي انتفخت وزادت للمكان اللي اتخبط. وكمان ممكن نستخدم حاجه اسمها كومبريشن ضغط. بنضغط على الليمب. يعني الكومبريشن ده هنلاقيه في العيادات، بيلبس حاجه كده زي بنطلون كده، بس بنطلون ده ضاغط ويشغل الجهاز فيحصل ضغطات ضغطات ضغطات، فالضغطات دي تحسن السيركيوليشن، تقلل لنا السويلنج، بيعمل ضغط على الجسم فيدينا نتائج علاجيه. ايه هي النتائج العلاجيه؟ نخفف البين ونخفف السويلنج.
وبنحب دايما نستخدمها في الاكيوت انجري او في السيرجري. الحاجات دي اللي هي الكولد والكمبريشن، دايما تلاقي الكولد والكمبريشن دول دايما في الاكيوت انجري. يعني ايه اكيوت انجري يا دكتور؟ ايه الفرق ما بين اكيوت وكرونيك؟ الاكيوت دي حصلت حالا، لا قدر الله عربيه لا قدر الله شالت حد، سكينه وقعت، ده اكيوت انجري. امال الكرونيك يا دكتور؟ الكرونيك زي الخشونه، الخشونه دي انت قعدت تكونها سنين جدا، فهي ما حصلتش في اللحظه، لا ده خدت وقت. كده عرفنا ما بين الفرق الاكيوت والكرونيك. طيب ده تبسيط، يعني تبسيط مخل. طيب هنا الدكتور بيعرض لك كده نبذه كده عن الالكترو، فبيقول لك ايه؟ والله الكونتينوس الترا ساوند. ايه حوار الكونتينوس الترا ساوند ده؟ احنا الالترا ساوند في مجالنا بيبقى حاجتين، يا كونتينوس يا بالست، يا بالست. طيب خلينا ناخد حاجه سريعه كده. خلينا عارفين ان الالترا ساوند دي بتعمل شغل كانها شاكوش بيخش يكسر في الانسجه. تخيلها كده، الدكاتره اللي في العيادات تخيلوها لي كده، قالوا لي هو شاكوش بيخش يكسر، يخش يكسر. فلو انت استخدمته كونتينوس يعني مستمر، يقعد يكسر يكسر، يقوم مسخن الجسم لانه شغال باستمرار. طيب لو انت استخدمته بالسد، يعني اشتغل وطفى اشتغل وطفى اشتغل وطفى، هل هيدي حراره؟ لا لا يا دكتور مش هيدي حراره. يبقى هنا الدكتور بيقول لك ان الكونتينوس الترا ساوند بيدي حراره. هل البلسد بيدي؟ لا البلسد ما بيديش. فخد بالك يعني. وعلى فكره الحراره او الكونتينوس الترا ساوند مش وحش، بيعمل والهيت ثيرابي او العلاج بالحراره مش وحش، لا ده ممكن يحسن لنا الالاستيستي، المرونه بتاعت الليجامنتس، وكمان يحسن لنا الجوينت كبسول، وكمان يعني ممكن نستخدمها قبل ما نبدا الرينج اوف موشن اكتيفيتي كتسخين، نسخن المكان فالرينج اوف موشن يبقى احسن. هو الدكتور مش بيقول لك كده بس، هو بيقول لك ان خد بالك، خد بالك ان الهيت بتاعنا في عندنا نوعين من الهيت او التسخين في العلاج الطبيعي. يعني في سوبرفيشال سطحي، وفي ديب، وفيه ديب. قال لك والله سوبرفيشال يبقى انت سخنت السكن وما تحت السكن، زي الابيديرمز والديرمز والايه والسبكوتينيوس، اخرك خلاص سكن اخرك، ده سوبرفيشال. امال كلمه ديب ده معناها ايه؟ معناها بون، انت دخلت في العمق. فقال لك والله الشخص ده مثلا لو عنده مشكله في البون، انفلاميشن مثلا، انفلاميشن، او مثلا يعني في مشكله في البون ما ينفعش تسخن، زي مثلا يكون مركب شرايح ومسامير. ايه ده يا دكتور؟ ليه لما الشخص يكون مركب شرايح ومسامير ما ينفعش نديله اي هيت ثيرابي او حاجه ديب توصل للشرايح والمسامير؟ لان الشرايح والمسامير دي حديد، فالحديد هيسخن، فلما الحديد يسخن ايه اللي يحصل؟ يعمل حرق. ما هو حديد، هو حط في جسمه حديد حرفيا، فانت سخنت المنطقه، فالحديد ده سخن فحرق العيان بتاعك. هي دي ملحوظه الدكتوره، وملحوظ جدا جدا مهمه. طيب قال لك والله الالكتريكال ستيميوليشن اللي هو الاي اس ده بقى، ده بنستخدمه عشان نعمل ستيميوليشن للعضلات، للمسلز، نستخدمه عشان نزود الاكتيفيتي بتاعته، نعمل له فاسيليتيشن للريكروتمنت بتاعها، يعني ننشطها. هي في عضلات اصلا بتكون ماتت بسبب مثلا ستروك او ايا كان ايه اللي حصل، جلطه سببت ان العضلات خلاص نسيت ان هي عضله، فانت بتبدا تفكرها بالالكتريك ستيميوليشن، تقعد تنشط فيها، فده يساعدك في العلاج لحد ما ربنا يسترها مع البيشنت ويبدا يجيب افكتيف كونتراكشن للمسلز بنفسه. فاحنا ممكن نستخدم الالكتريكال ستيميوليشن كايه؟ كبدايه. بعد كده نبدا نعلم العيان انه يعملها لوحده وينشط العضله لوحده ويبدا يعملها اكتيف، وده يبقى احسن ليه. طيب خد بالك ان انت الالكتريك ستيميوليشن مش بيقوي العضله، مش هيعمل لك بايسبس وترايسبس وسمانه، لا الالكتريك ستيميوليشن مش بيقوي ويعمل هايبرتروفي، يعني العضله بقى تكبر بقى زي في الجيم، لا الحاجه الوحيده اللي بتعمل لنا هايبرتروفي وتاثير فعلا دائم الاكسرسايز الاكتيف. خد بالك دي ملحوظه مهمه جدا. طيب هنا الدكتور مجمع لك كل الحاجات اللي العلاج الطبيعي بيعملها، او انت دورك كدكتور علاج طبيعي لازم تعملها، الانترفنشن بتاعتك، التدخلات بتاعتك. قال لك والله انت عندك مانيوال ثيرابي، سوفت تيشو مساج بقى، موبيلايزيشن، مانيبيوليشن، اكيو بريشر، حاجات بقى بايدك بتحط ايدك على العيان. وعندنا والله ثيرابيوتيك اكسرسايز، تمارين والله تقوي عضله، تزود الاسترنس، تزود مثلا المرونه، تعمل نيورو ماسكولار، ونقول بالانس، تعمل له تمارين توازن، البروبريوسبشن انه يبقى حاسس بجسمه، ريلاكسيشن، حتى اكسرسايز تمارين يعملها فتعمل له ريلاكسيشن وهدوء.
ده تاني حاجه. تالت حاجه بتعملها كتدخلات منك انت كدكتور علاج طبيعي، الاديوكيشن. لازم تعلمه، تقول له والله خد بالك البادي ميكانكس بتاعك ما توطيش بالشكل ده، لا انزل جيب الحاجه واطلع، ما تجيبهاش وانت موطي. ما تقعدش تاني ظهرك، لا ظهرك يبقى مظبوط. عشان الدكتور اداك ملحوظه هنا، قال لك انت ممكن تقعد تشتغل مع العيان ده بالساعات، تشتغل له على الديسك بتاعه او الانزلاق بتاعه، يقوم مروح البيت ويقوم موطي ويفضل موطي، والقوام بتاعه يبقى مش مظبوط، وما يبقاش فاهم جسمه انه المفروض يبقى فارد ظهره وساند بشكل معين. كل اللي انت عملته في الجلسه باظ، صح؟ يبقى ده جزء لا يتجزأ من العلاج بتاعك، انك تعلمه، لان ممكن يبوظ لك كل اللي انت عملته ويقول ده العلاج الطبيعي وحش. لا، انت لازم تعلمه وتدي له كمان اكسرسايز في البيت، تخلي الريسك ريدكشن. لو في اي عرضه مثلا تقول له بلاش مثلا يكون في ارض منزلقه، لا حط مثلا حاجات اللي هي بتمنع الانزلاق، اللي هي اللي هي السجاد اللي بيمنع الانزلاق في الحمام. التغذيه، الدكتور هنا ضاف التغذيه، لان التغذيه فعلا من الاديوكيشن، اللي هو والله اهتم بالميه، لان الميه بتحسن المفاصل. والدكتور قال لك ان المنطقه بتاعه البيشنت اديوكيشن دي انا ممكن اجيبها لك سؤال كومبليت، ركز، سؤال كومبليت يقول لك والله من الحاجات اللي احنا بنعملها كبيشنت اديوكيشن، ويحسبها لك نقط. تقول له بادي ميكانكس اوكي، تقول له بين ريليف اوكي، تقول له هوم اكسرسايز اوكي، قلت له نيوتريشن هيحبك جدا لانه اضافها في الايه، في الريكورد. طيب الثيرابيوتيك موداليتي دي بقى اللي احنا قلنا عليها السبل العلاجيه المساعده، الحاجات بقى اللي بتساعدك. الشنطه بتاعتك يا دكتور فيها ايه؟ فيها هيت حراره، فيها كولد بروده، فيها ميكانيكال زي الكومبريشن جهاز يعمل ضغطات، فيها الهيدروثيرابي، فيها التراكشن. كلمه تراكشن دي هتاخد عنها مقدمه وهتجي لك، لان هو مهم التراكشن ده. الاكوستيك الحاجات الصوتيه زي الالترا ساوند، لان الالترا ساوند يعتبر حاجات صوتيه. الالكترومagnetic الموجات المغناطيسيه، الالكتريكال ستيميوليشن الجهاز بقى اللي بينشط بالكهرباء، الليزر، اللايت ثيرابي زي الانفراريد، الداياثيرمي. كل دي موداليتيز هتدرسها في الالكتروثيرابي. هو ده الالكتروثيرابي، هو ده الكورس بتاعنا اللي انا لسه قايله لك ده. حراره، بروده، كومبريشن، تراكشن، اكواستيك، الكترومagnetic، ليزر، لايت ثيرابي، داياثيرمي. احنا كده لمينا المحاضرات كلها اللي جايه. فمهمه السلايد دي، ومهم السؤال بتاع البيشنت اديوكيشن. طيب التايبس اوف ثيرابيوتيك موداليتيز، انواع الثيرابيوتيك موداليتيز، الحاجات بقى اللي هي العلاجيه، الفيزيكال ايجنتس، الحاجات الطبيعيه اللي انت بتستخدمها لصالحك عشان تساعد العيان. طيب قال لك والله ممكن تكون ثيرمال، حراره زي الهيت والكولد، او ممكن تبقى الكترومagnetic موجات مغناطيسيه زي الالكتروثيرابي والداياثيرمي والالترا فايلوت والانفراريد. وما تقلقش اعرفها مسميات، هناخد محاضرات كامله على كل الاجهزه دي. وممكن تبقى ميكانيكال فيها حركه زي التراكشن والكمبريشن. وبرضو الموداليتيز دي نستخدمها عشان نزود البروبابيلتي اوف سبيسيفيك ثيرابيوتيك افكت. يعني انت الثيرابيوتيك افكت اللي انت عايزه ايه هو؟ نخفف البين، الاجهزه دي ممكن تساعدك، او الثيرابيوتيك موداليتيز دي ممكن تساعدك. عايز تزود الرينج اوف موشن هتساعدك، عايز تزود التيشو هيلينج هتساعدك، عايز تزود الماسل ريكروتمنت تنشط العضله طبعا تساعدك. طبعا الفرادك، طبعا كلمه فرادك دي اكيد لو انت عديت على عياده علاج طبيعي اكيد عارف الفرادك. طيب الثيرمال موداليتي كولد وهيت، هناخد مقدمه بسيطه عن الكولد والهيت. قال لك في حاجه اسمها كرايوثيرابي الجهاز اصلا بتاع الكرايوثيرابي اللي هو بروب كده بتمسكه في ايدك زي المسدس بيطلع هواء ساقع. الكرايوثيرابي قال لك ده كولد ثيرابي من اسمه كرايو كولد. الكرايوثيرابي قال لك بنستخدمه عشان يعني كثيرابيوتيك موداليتي، لانه بيعمل فيسيولوجيكال ريسبونس، واللي هو انه بيقلل التمبريتشر بتاع المكان. يعني انا مثلا مسكت الجهاز ده حطيته على الكوادريسبس، فهو برد او نزل حراره المنطقه دي، مش تلجها، هو نزل حرارتها بس. طب ولما نزل حرارتها ايه اللي حصل هنا؟ عمل فازو كونستريكشن، عمل تضييق للاوعيه الدمويه. فلما حصل تضييق للاوعيه الدمويه بدا ان يحصل استجابه للالم، او يخفف الالم ويخفف الانفلاميشن. لان كل ما منطقه زاد فيها الامداد الدموي طول ما زاد فيها الالم. عشان كده يا دكتور لما يكون في حبايه او في مثلا حته ورمه تلاقيها حمراء والامداد الدموي ليها شديد وبتوجعك قوي. عشان كده لما وقعت على ركبتك الركبه بتاعتك انتفخت وزاد فيها السويلنج واحمرت واوقات تزرق.
كل ده من الامداد الدموي الشديد. فالكرايوثيرابي يروح يقفل الامداد الدموي ده، فيعمل زي ايه، ماسك كده او غطاء من البروده، يمنع مخك انه ياخد باله ان في هنا وجع. طيب، وهنا نستخدمه دايما في الاكيوت انفلاميشن، لو في انفلاميشن او التهابات اكيوت يعني في الوقت الحالي ممكن يساعدك. وممكن تستخدمه كمان مع السيرجري، والدكتور هنا اضاف السيرجري دي وانا ضفتها لك. قال لك والله الكولد بيقلل البين زي ما احنا قلنا. وليه؟ لانه بيقلل الثريشولد اوف بين بيرسبشن، يعني بيقلل احساسك بالبين. قلت زي ما قلت لك هو ماسك كده، بيعمل ماسك. طيب، بيعمل برضو ديسنسيتايزيشن. يعني يمنع ان انت تحس بشكل مبسط. ديسنسيتايزيشن اوف بريفرال ارتري نوسيبتورز دي كلمه واسعه، بس افهمها دلوقتي، هنتكلم عليها بعد كده في البين جيتس، ما تقلقش. ان هو بيخليك ما تحسش ان في الم. طيب، الكولد باكس والايس باكس برضو موست كومن. ممكن تستخدم الكولد باك، مش لازم الجهاز يعني اللي هو الكرايوثيرابي، عادي ممكن تستخدم كولد باك او ايس باك. حاجات بقى اللي هي يعني اكياس تلج عادي، كلها ممكن تشتغل بيها عادي. ثيرابيوتيك كولد بنستخدمه الايس باكس دي بتبقى سهله عادي، كيس فيه تلج وسهل جدا. ميد في الهوم، ممكن تعمله في بيتك اصلا. وممكن تقول للعيان ان هو يعمله كهوم بروجرام، لو هو عنده سويلنج مثلا او منطقه متورمه ممكن يستخدمها. قال لك والله كوميرشالي ميد الكولد باكس. كوميرشالي بقى في التجاره بقى عملنا الكولد باكس. حاجه هي باكس بقى بتيجي بتتحط في الثلاجه. يعني تلاقي مثلا في العيادات حاطينها في الثلاجه، عايزين كولد يروح يجيبها من الثلاجه. بتبقى جل لايك، بتبقى جواها ماده كده يعني كيس، او عباره عن حاجه كده زي مخده فيها جل جوه. الجل ده لازم تحطه في الثلاجه، وبعدين تروح توديه للعيان، وبعدين ترجع تحطه في الثلاجه، فممكن تستخدمه اكتر من مره. ما هو ده حلاوته. الكولد باك تمام زي ما احنا قلنا بنستخدمه على البادي بارت عشان ناخد الفوائد اللي احنا قلنا عليها، نقلل الالم ونقلل الانفلاميشن. وممكن يبقى لارج بيسز اوف ايس هيلد هاند هاد ميد يوزد بروفايد ايس مساج. ممكن حتى تستخدم قطعه من التلج وتعمل بيها مساجنج عادي. برضو ايس بوب برضو حاجه اسمها ايس بوب، ممكن تستخدمها برضو عشان تقلل التمبريتشر توبيكالي يعني موضعي، بشكل موضعي، عشان تعمل فابو كولنت سبراي ده يعني. وبرضو ممكن تستخدم سبراي، ممكن تستخدم السبراي زي ما دايما في لعيبه الكوره تلاقي الشخص بيجري يجري يجري وقام ماسك رجله رافعها وباخخ بسرعه سبراي. السبراي ده برضو يعتبر بيبرد المكان فيدينا نفس النتيجه. طيب، الموضوع ده بيبقى ريبت وسوبرفيشال. التسكين اللي بيعمله الكولد سيرابي بيبقى سريع، ولكن برضه سطحي سوبرفيشال وشورت ليفد تيشو. يعني ايه شورت ليفد؟ يعني والله هو برد شويه، بعد كده ما البروده دي هتروح فنرجع للالم تاني. فعشان كده بيقول لك تلج دايما دايما دايما، كل شويه تلج. طيب تمام، اهو ده شكل الشخص، واحد حاطط تلج وهكذا. طيب، في بقى كم ملحوظه هنا الدكتور اضافها لازم اقول لك عليها. ان هو قال لك والله ان من الحاجات الكومن سيمتومز اللي العيان هيجي يشتكي منها هي البين. هيجي يشتكي من البين، ماسل بين او ايا كان البين. فدايما ركز على البريوريتي او الاولويه اللي العيان يقول لك عليها. يقول لك يا دكتور انا موجوع بين، يبقى انت على فكره لما كشفت عليه لقيت ان هو عنده ضعف في العضلات او عنده مشكله في الجوينت، او ممكن نعمل له حاجه معينه. لا، اسمع ليه. دكتور انا عندي بين وجع، يبقى لازم اخفف له الالم الاول. يبقى common symptoms العيان هيجي يشتكي منها ولازم تركز عليها هو البين، الالم لازم تخفف له الالم عشان يجي لك. لو انت فضلت تصبر عليه وما خففتلوش الالم هيقول لا ده انا مش هاجي تاني. زي كده الدكاتره اللي هم الفيزيشنز اللي هم الاطباء لما يروح له يقوم يديله مسكن. الدكتور فلان ده ريحني، عشان البين ده هو المحرك الاساسي للمريض بتاعك، فلازم تحسن له البين. الدكتور قال لك والله انا هقول لك والله الكومن سيمتومز ايه هي الكومن سيمتومز اللي العيان بيجي منها، وهقول لك مثلا بين وماسل ويكنس وستيفنس مثلا. انت تختار لي ماسل ويكنس، انت صح اوكي، بس انا مش عايز دي، انا عايز الاصح. قول لي البين، لان البين ده هو اكتر حاجه كومن في الحياه. هو الشخص اللي بيروح للدكاتره ليه؟ ما هو عشان البين. يبقى تركز البين. قال لك والله طب انا ممكن العب معاك واقول لك بلاش بين، هقول لك ماسل بين او جوينت بين او نوسيسبتيف بين او اي حاجه بين جنبها بين. ركز انك تشوف الكلمه اللي فيها بين وتستخدمها. طيب، برضو قال لك والله ان الالكتروثيرابي انديفيدواليز. يعني ايه انديفيدواليز؟ يعني مش اي جهاز، يعني مش جهاز واحد هتستخدمه مع الكل، او مش هتستخدمه بنفس الكيفيه، او تعمل له نفس الاعدادات. لا، كل مريض ليه البروجرام بتاعه الشخصي المتفرد بذاته.
فخد بالك انك ما تبقاش تمرجي، او ما تبقاش شخص يعني ايه اسطمبه اللي هيجي تنس فرادك سيرابيوتك. لا، خليك شخص دكتور بيفهم، بيبتكر، بيعمل لكل عيان البروجرام الشخصي او البروجرام المتفرد ليه هو. طيب، في حاجه برضو الدكتور نوه عليها، ان هو قال لك ان العلاج الالكتروثيرابي ممكن يبقى دايركت واندايركت. يعني ايه دايركت او اندايركت؟ يعني والله انت ممكن العيان يقول لك انا عندي وجع في رقبتي، او عندي وجع في دراعي. لو هو قال لك انا عندي وجع في رقبتي وانت عملت له الكتروثيرابي على رقبته، فانت كده بتعمل له دايركت تكنيك. يعني انت والله قال لك انا في المنطقه الفلانيه بتوجعني، فانت حطيت الالكتروثيرابي على المنطقه اللي بتوجعه، ده دايركت. او ممكن يبقى اندايركت. ان ازاي؟ مثلا احنا عندنا حاجه اسمها راديكولوباثي او راديتد بين، يعني الم مشع من مكان. يعني ممكن المشكله تبقى في رقبته ودراعه هو اللي موجوع وايده هي اللي موجوعه، فتقوم تطبق الالكتروثيرابي على رقبته فدراعه يرتاح. ده اندايركت، انت حطيته في مكان معين بس اثر وعمل تاثيره في مكان تاني، فكده انت استخدمت الالكتروثيرابي بشكل اندايركت. واخد بالك؟ يعني انا بقول لك توضيح مخل، الموضوع فيه اعقد من كده، ولكن افهمه كده دلوقتي. طيب، هنخش دلوقتي ونتكلم عن الثيرموثيرابي، العلاج. هنسخن بقى المكان، هنستخدم موداليتيز، او قلنا كلمه موداليتيز على طول يجي في بالنا ادوات بتساعدنا في العلاج الطبيعي. فهنا نستخدم الحرارة، هنزود حرارة التشو اللي قدامنا ده. الحرارة لما نستخدمها في العلاج بتاعنا بتدينا فوائد حلوة جدا وكتيرة جدا. أول حاجة إن هي بتساعدنا إن النسيج ده يلتئم بسرعة، تشو هيلينج. تاني حاجة يعني تدينا ريلاكسيشن للمسلز، العضلات لو هي متنشنة وفيها سبازم أو شدة أو متحجرة، زي يعني الكتف بتاعنا. يعني هنلاقي مثلا ان الترابس عندنا دايما شده. لو احنا جبنا مصدر يعني كمادات ميه سخنه وحطيناها، هنلاقي ان العضلات بدات تريح. يبقى بيحصل ارتخاء للعضلات، وبنفك الاسبازم الشد العضلي، كمان بيقلل البين، وكمان بيبروموت انكريز البلاد فلو، يعني بيزود البلاد فلو في المكان ده. وزياده البلاد فلو في المكان معناه استشفاء اسرع وعلاج احسن. وكمان ممكن يبريبير الجوينت والكبسول والمصل. ايه الجمله دي يا دكتور؟ ان انت المنطقه اللي بتسخنها بتلين معاك. يعني ايه؟ يعني انا عايز مثلا اعمل ستريتش، لو انا رحت جبت العيان وعملت له ستريتش في ساعتها، اول ما دخل عملت له ستريتش، هيتوجع مني واحتمال ما يجيش تاني. ده دكتور، ده دكتور حمار، ده تعبني. فانت بتروح عامل ايه؟ تقوم جايب مصدر للتسخين وتحطه على، مثلا لو هنعمل له ستريتش مثلا للهامسترنج اللي هي الخلفيه، نروح حاطين حاجه تسخن منطقه الخلفيه، ان كان بقى الكتروثيرابي او ان انت مثلا تحط له كمادات ميه سخنه او ايا كان تسخن المنطقه. وبعدين تبدا تعمل له ستريتش، هتلاقي الاسترتش بقى اسهل، التشو بقى الاستيك، بقى مرن اكتر، والعيان ما توجعش. وانت كمان زودت له البلاد فلو في المكان ده، فسرعت له الهيلينج بتاعه والاستشفاء بتاعه. يبقى التسخين حاجه مهمه جدا. وعلى فكره، التسخين او تجهيز المصل بتاعنا مش على المصل وبس، احنا ممكن نجهز الجوينت حتى. امتى نجهز الجوينت يا دكتور؟ لما نيجي نعمل موبيلايزيشن. ايه الموبيلايزيشن ده يا دكتور؟ ان دي تكنيك بتعمله بايدك، بتبدا ان انت تبعد المفصل عن، يعني كانك بتخلع المفصل، بتحرك المفصل، ولكن بتشتغل له على حركات المفصل الداخليه. لو نفتكر في البايو ميكانكس عرفنا ان في حاجه اسمها فيسيولوجيكال موفمنت و اكسسوري موفمنت. الفسيولوجيكال اللي هو فليكشن اكستنشن ابدكشن المعروف، وكان في حاجه اسمها اكسسوري اللي هي الجلايدنج والسلايدنج والرولينج. انت في اوقات بتعمل بقى حركه اسمها موبيلايزيشن او تكنيك اسمه موبيلايزيشن في العلاج. بتبدا ان انت تشتغل له على الجلايدنج، السلايدنج والرولينج بايدك بتبدا تشتغل على الحركات دي. فلما تحسن الحركات دي اللي هي بالموبيلايزيشن، فتحسن الفسيولوجيكال. الاكسسوري لما يتحسن، او الحركات الداخليه اللي بتحصل في المفصل تتحسن، الحركات الخارجيه زي الفليكشن والاكستنشن الظاهره للعين يعني تبدا تتحسن. وده تكنيك الموبيلايزيشن. فانت لو سخنت الجوينت، الموبيلايزيشن بتاعك يبقى اسهل، والتيبس اللي في المفصل بيبقى اسهل، فيسهل عليك والالم يخف بتاع العيان. طيب بيقول لك ايه برضو؟ والله في برضو تكنيكات ممكن تستخدم الهيت، التسخين، زي حاجات بقى الباث او الويرلبول. الحاجات دي هتاخدها في الهيدرو. وممكن تستخدمها كمان يعني في الهوم ثيرابي، في الهوم، انك مثلا تقول له حط كمادات ميه سخنه.
مثلا يعمل كمادات ميه سخنه. طيب ده مثلا بيقول لك اهو، ده راب كده، الراب ده اول ما بيعمل رابنج كده بيسخن المنطقه اللي هو بيلف حواليها، دي بتبقى في العيادات. طيب الاجهزه بقى، الاجهزه اللي بتعمل لنا التسخين او الهيت او الحراره، عندنا الشورت ويف دايثيرمي والالترا ساوند. الشورت ويف والله هو موجات مغناطيسيه، مغناطيس يعني، عارفين المغناطيسات اللي احنا بنلزقهم في بعض واحنا صغيرين، هو بيستخدم نفس الموجات دي. وبرضه لكن الالترا ساوند يستخدم ساوند بيستخدم الطاقه الصوتيه، ساوند انرجي، او بيسموها اكواستيكال، اللي هي يعني برضو صوتيه، اكواستيك يعني صوتي، حتى الجيتار اللي هو الاكوستيك. طيب ده يزود لنا التيشو تمبريتشر، يزود لنا سخونه المكان. وكان الدكتور بينوه دايما ان الالكتروثيرابي بتاعنا هو مش جنرالايزد، يعني جسمك كله مش بيسخن، لا هو لوكال. الالكتروثيرابي عندنا كله لوكال، يعني منطقه معينه هي اللي بتسخن فقط. فالتيشو اللي انت مثلا طبقت الالكتروثيرابي او الالترا ساوند او الشورت ويف على منطقه مثلا الفور ارم بتاعك، يبقى منطقه الفور ارم بس اللي هتسخن، او التيشو اللي في المنطقه دي هو اللي هيسخن. برضو حاجه مهمه لازم تعرفها، ان في سوبرفيشال هيتنج وديب هيتنج. السوبرفيشال هيت زي الهوت باكس، جبت والله كمادات وحطيتها سخونه، سخنت بس السكن الجلد بتاعنا. طيب وكمان ممكن يجيب معاه السبكوتينيوس اللي هو الانسجه الداخليه بتاعه التشو، ولكن مش هيزيد عن كده. طب احنا لو عايزين تاثير ديب عميق اللي هو عظم بقى، عايزين نوصل للعظم اللي هو اب تو 5 سم داخل الجلد، يعني تحت 5 سم، فاحنا عندنا الشورت ويف دايثيرمي، عندنا الشورت ويف دايثيرمي ديب يجيب جوه. طيب هنتكلم دلوقتي عن الالكترومagnetic موداليتيز، الحاجات او الاجهزه بتاعه الكهرباء اللي بتستخدم الطاقه دي، الطاقه المغناطيسيه في العلاج. زي مين؟ والله قال لك الالكتريكال كارنت بتاعنا، يعني احنا بنستخدم الموجات اللي هي بتاعه الالكتروثيرابي او الالكترومagnetic، عشان وبالذات الالكتروثيرابي هنا رجع يكلمك عن الالكتروثيرابي تاني، موجات كهرباء زي الفرادك اللي هو بقى بينشط لنا عضله. فقال لك والله ممكن يعمل لنا سترينثنينج او ريلاكسيشن للسكيليتال ماسل، يقلل لنا البين، يعمل فاسيليتيت للنيورو ماسكولار ريدكشن، يعمل لنا اوجمانتنج للرينج اوف موشن. يعني ايه اوجمانتنج للرينج اوف موشن؟ يحسن لنا الرينج اوف موشن. كمان يانتنويت الديسيوز اتروفي، يبعدنا ان العضله بتاعتنا تضمر. لو شخص مثلا نايم لفتره معينه ممكن نعمل له الكتروثيرابي، يعني ينشط لنا العضله ويصحصحها كده، ما يحصل ديسيوز اتروفي. كلمه ديسيوز يعني حصل ضمور في العضله لانك ما بتستخدمهاش. جسمك ذكي وبيحب يريح دماغه، لو انت نمت على السرير لمده شهر عضلاتك هتضمر. ليه؟ لانه مش شايف ان هي ليها لازمه، هي شايف ان هي بتاخد طاقه وما بتشتغلش بيها، فيبدا بسبب ان انت ما بتستخدمهاش يبدا يفصلها خالص ويشيلها خالص. يقول يا عم طب احنا مش بنستخدمها، تعال نوفر طاقتنا. يقوم يعني العضلات تبدا يعني تضعف وتضمر وتصغر بسبب الديسيوز او بسبب عدم استخدامها. فالراحه مش حلوه، الراحه انك ترتاح مش حلو، لان مخك هيبدا يضعفك لان انت مش محتاج القوه. طيب حتى في الجيم يقول لك روح العب بقى، زود وزن عشان جسمك يتكيف مع الوزن ده. انت بتستخدم مثلا 20 كيلو فجسمك يبدا يتكيف انه يشيل 20 كيلو. طب سبت ال 20 كيلو وقعدت في البيت يبدا يتكيف ان انت بس تشيل كوبايه مش اكتر. برضو الالكتروثيرابي يحسن لنا الوند هيلينج، في اجهزه الكتروثيرابي بتزود الالتئام بتاع الجروح، وكمان يقلل لنا الاديمه اللي هي ايه الاديمه؟ اللي هي بقى الوذمه، بيسموها وذمه، ان تراكم بروتين والليمف والسوائل بتاعت الجسم في منطقه معينه. برضو بيزود لنا اللوكال بلاد فلو، لوكال. الدكتور نوه على لوكال مش جنرال، انت لوكال في منطقه معينه، مش البلاد فلو هيزيد في جسمك كله، لا في منطقه معينه. برضو انت ممكن تزود يعني تستخدم ايونز ترانس ديرمالي، دي اللي هو الايونوفريزس. الايونوفريزس ده جهاز هيتفرد له محاضره باذن الله. انت بتدخل دواء عن طريق الجلد او عن طريق الالكتروثيرابي. ايه ده يا دكتور ندخل دواء؟ الايونوفريزس بيدخل ادويه من غير ما تاخدها في معدتك او تاخدها حقن، لا هي بتخش بالكهرباء لجسمك، حاجه متطوره جدا. السلايد دي مهمه جدا، الدكتور نوه عليها، بيقول لك ايه؟ فاندمنتال من الاساسيات كده في ان انت تعمل الكتروثيرابي، ان انت بتعمل ديبولاريزيشن او اكتيفيشن للبريفرال نيرفز. ايه يا دكتور الكلام ده؟ والله انا جبت، يعني احنا عارفين في الفسيولوجي ان كلمه ديبولاريزيشن دي ان انت
اللي هو العضله بتفقد الاستقطاب بتاعها. ايه يعني ايه بتفقد الاستقطاب؟ يعني بتبدا تتنشط، يعني تبدا ما تبقاش مرتاحه، مش في الريست بتاعها في الراحه، لا ده بتبدا تتنشط. دي معنى الديبولاريزيشن، ودي كلام فسيولوجي مش لازم نتطرق له. لكن احنا لما بنيجي نعمل ديبولاريزيشن او بنعمل استقطاب او بنعمل اكتيفيشن، بنعمل اكتيفيشن لايه؟ للنيرف. انهي نيرف؟ للبريفرال. الدكتور نوه على كلمه بريفرال. بريفرال يا دكتور مش سنترال. قال لك السنترال ده بنستخدمه ولكن مش موضوعنا. طيب يبقى انت لما تيجي تنشط مثلا العضله بتاعتي، انا عايز اشغل دلوقتي عضله البايسبس مثلا، عايز اشغل عضله البايسبس بالالكتروثيرابي، يبقى انا هحط الالكترودز. فالالكترودز لما لو مثلا الحاجات بقى اللي انت بتحطها على الجلد عشان توصل الموجه الكهربيه للعضله، لما الكهرباء بتوصل لمين؟ للنيرف، بتاثر على النيرف، على النيرفات اللي موجوده في العضله. فالنيرف لما يتنشط العضله تتنشط. بريفرال نيرف. طيب التنس يعمل ايه بقى؟ التنس ده جهاز جميل جدا ويعني طيب جدا جدع، بيشتغل في كل حاجه. التنس ده يقلل احساسك بالبين. بيبقى عامل زي ما قلت لك الماسك، بيعمل ماسك كده يعني على المنطقه اللي بتوجعك، فجسمك او مخك ما بقاش يدرك ان في الم هنا. يبقى هو بيضحك على عقلك مش اكتر. هو مش بيقلل الالم بحاجه، لا هو بيقلل الالم ان هو بيروح لمخك يقول له بص هو مفيش الم. لا كان في الم هنا، لا هو مفيش الم. التنس يروح يقول له كده مفيش الم، يضحك عليه، يقلل البرسبشن، الاحساس بالالم. لكن هل مثلا هو عالج؟ لا هو بس مجرد حبايه مسكن مش اكتر. التنس ده اللي هو الترانسكوتينيوس. طيب وهو بيستخدم موست وايدلي، بنستخدمه كتير جدا في الالكترو. التنس ده دايما نستخدم التنس، هتشوفه في العياده لما تنزل في كل حته. طيب يخفف لنا الالم لو واحد عنده مثلا سياتيك، واحد عنده مثلا ولو باك بين، حط له تنس هتلاقيه بعد جلسه التنس قال لك انا بقيت كويس. لكن هو ما عالجش، هو بس مجرد ان هو اداله مسكن. يلا بقى نخش على التمارين والمانيوال اللي هيحسن فعلا من حالتك يا استاذ احمد مثلا. تبدا بعد ما عملت له التنس يلا بقى نشتغل. طيب الاكتيفيشن اوف سكيليتال ماسل، برضو الالكتريكال ثيرابي او الالكتروثيرابي يعمل لنا، يزود لنا السترينث. بس خد بالك الكلمه دي مش صح قوي، انه يزود لك السترينث. حتى الدكتور ناوي على الكلام ده. وهو مش مثلا لو انا مثلا جبتك ونيمتك على السرير دلوقتي وشغلت لك جهاز الكهرباء بتاعك لمده ساعه، تمام؟ هل بعد شهر كل يوم بقى استخدم لك جهاز الكهرباء ونشط لك العضله نشط لك العضله، هل مثلا هيبقى عندك دراع بجرامي؟ لا، ولا كانك عملت اي حاجه ولا اي حاجه، مجرد بس ان انت حافظت على البلك على قد ما تقدر. لكن فعلا اللي بيعمل ستريس انك تعمل دمج ما بين الالكتروثيرابي والاكسرسايز. التمرين نفسه لازم تنشط العضله بنفسك بمخك. الالكتروثيرابي مجرد ان هو بيديك البدايه، وممكن كمان يحسن لك النيوروماسكولار. النيوروماسكولار اللي هو ان مخك يبدا يفتكر ده في عضله هنا. اصل في اوقات بينسى، لو في حالات جلطات بينسى ان كان في عضله هنا. فاهمني؟ طيب برضه يريستور ويمبروف السكيليتال ماسل ديورنج الفانكشنال اكتيفيتي. الكلمه دي الدكتور وقف عندها وانا كمان هقف عندها. هو انت كدكتور علاج طبيعي وظيفتك ايه؟ اعالج يا دكتور؟ لا، انت مش معالج. انت وظيفتك الفانكشن. انت عبد للفانكشن كفيزيوثيرابيست. يعني ايه عبد للفانكشن؟ يعني انت وظيفتك ان الشخص ده يرجع لحياته الطبيعيه، يشيل كوبايه، يمشي، يطلع على السلم، يتحرك من مكان لمكان، يركب العربيه. هو ده وظيفتك. انت عبد للفانكشن، انت مش بتعالج، انت بتوصل للفانكشن. فقال لك خد بالك ان الالكتريكال ثيرابي ممكن الالكتروثيرابي ممكن تخليه يرجع للفانكشنال اكتيفيتي. ان انت والله تبدا تنشط له العضله بتاعته في اكتيفيتيز معينه. ان هو مثلا هو بيطلع السلم، خد بالك انت ممكن تستخدم الالكتريكال ثيرابي وانت حتى بتعمل الاكسرسايز، بس دي عاليه عليكم شويه. بعد شويه هتبدا ان انت يبقى عندك الخبره انك تدمج الالكتروثيرابي وهو بيعمل الاكسرسايز عادي جدا. فقال لك لا ده مش بس كده، ممكن تستخدم اجهزه الكتروثيرابي زي الفانكشنال الكتريكال ستيميوليشن اللي هو الاف اي اس. ده جهاز بتركبه في رجلك تقوم يكون مثلا طالع على السلم، فالجهاز ده يبدا يدي اشارات كهربائيه للعضله تقوم هي اللي تطلعك السلم. ايه ده يا دكتور بجد؟ شفت انت ممكن تطلع السلم بالكهرباء. شوف التكنولوجيا بقى. انت مش قادر تطلع فتقوم هي مدياك يعني زقه كده، ادي زوبه زقه، بتديك زقه تقوم طالع. ده الاف اي اس، وهتاخد عنه برضو محاضره. الاف اي اس الفانكشنال الكتريك ستيميوليشن بنستخدمه للناس اصلا اللي عندهم ان العصب اتقطع عن العضله، فيجي الفانكشنال الكتريك ستيميوليشن ده يدي العضله زقه فتبدا تتحرك وتمشي وتعمل مهامك اليوميه. فانت ممكن تستخدمه للفانكشنال اكتيفيتي، وهو ده وظيفه دكتور العلاج الطبيعي.
طيب الالكترومagnetic راديشن، الموجات بقى المغناطيسيه، مغناطيس، حتى الجهاز ده لو حطيت قدامه مغناطيس تلاقيه شده، لزق فيه. طيب يوزد بنستخدمه عشان برضو ثيرابيوتيك بينيفيتس، لانه بيدي ثيرمال ونون ثيرمال افكت، بيدينا طاقه حراريه وكمان فوائد غير حراريه الاثنين. ده اكوردنج الفريكونسي بتاعه، تظبط الفريكونسي بتاعه وتظبط الويف، لان الويف ممكن تبقى كده، ممكن الويف تبقى كده. اي ويف بقى انت بتستخدمها بتساعدك في حاجه معينه. طب الثيرابيوتيك الكترومagnetic راديشن زي مين؟ زي الشورت ويف، زي الانفراريد راديشن الاي ار، زي الالترا فايولوت، كل دول يعتبروا الكترومagnetic راديشن. خد بالك تبقى عارف مين الالكترومagnetic راديشن، الاس دبليو، الاس دبليو دي، والانفراريد والالترا فايولوت. والدكتور قال لك احفظ الاختصارات، يعني غلط وعيب تبقى مش عارف الاي ار ده معناه ايه، عيب، انت دكتور علاج طبيعي دلوقتي. طيب الكونتينوس شورت ويف دايثيرمي، قال لك ان الشورت ويف دايثيرمي برضو الكونتينوس هو اللي بيدينا الحراره، لان البلسد كلمه بلسد معناها اداله، يعني ادى دفعه من الموجات وبعدين فصل، دفعه من الموجات وبعدين فصل، فده مش هيعمل لك حراره. لكن الكونتينوس اللي هو مستمر هو اللي يعمل لك الحراره. فقال لك ده يزود لك التيشو تمبريتشر، والانفراريد ده برضو يزود لك التيشو تمبريتشر، ولكن الانفراريد يزود لك التيشو سوبرفيشيال، ده شعاع سوبرفيشيال اخره بس 1 سم ولا 2 سم وشكرا. لكن الشورت ويف دايثيرمي لا، ده يشتغل لك سوبرفيشيال وديب. والدكتور نوه على حاجه كده ممكن يلعب لك فيها الامتحان، ان اللي بيعمل ديب بيعمل سوبرفيشيال ولا بيعمل ديب بس؟ لا، اللي بيعمل ديب بيعمل سوبرفيشال الاثنين. لكن اللي بيعمل سوبرفيشال بيعمل سوبرفيشال بس، ده اخره. لكن الشورت ويف دايثيرمي ده يعمل لك ديب وسوبرفيشال الاثنين. خد بالك. وقال لك والله حاجه للزمن، يعني ان في اوقات اجهزه متطوره بيبقى عندها تركيز جدا على الديب وما بتسخنش سوبرفيشال، يعني تلاقي النسيج جوه سخن، تيجي تحط ايدك على السكين تلاقيه عادي طبيعي ما فيهوش اي حاجه، ولكن دي اجهزه متطوره شويه. طيب قال لك والله ان برضو تاني الشورت ويف دايثيرمي هو بيديك ثيرمال موداليتي ونون ثيرمال بنفيت، يعني حاجات فوائد بسبب الحراره وفوائد مش بسبب الحراره، يعني فوائد لكونه موجه مش لكونه حراره، زي الالترا ويف اللي هي الالترا فايلوت واليو في اي واليو في بي، وبرضو في محاضره. وعندنا برضو البالس الدايثيرمي، لان البالس الدايثيرمي ما بيدكش حراره، ما فيش حراره اصلا. وقال لك ان ده يعني فوائده اللي هي الفوائد لسه برضو ما اكتشفتش، بقت مش لسه انكلير، لسه في حاجات لسه عايزين نكتشفها عن الاجهزه دي. ولكن بيعتقد ان والله هي بتشتغل على السيلولار ليفل، يعني على مستوى الخليه، ان هي بتزود البرميابيليتي اللي هو ان الغشاء بتاعنا يكون نفاذ للمواد بقى والمغذيات والغذاء والاكسجين، فيزود الميتابوليك اكتيفيتي، ان السيل بتاعتنا تنشط وتبدا تنتج اي تي بي اللي هي عمله الطاقه، فده يعني يزود الاكتيفيتي بتاعها ويزود البروتينز اللي فيها، فيعمل لنا تاثير ان النسيج يبدا ان هو يعني يزود الاستشفاء بقى ويخفف الالم وهكذا. كل ده يحصل على المستوى الخلوي. طيب ده الجهاز الكتريك ستيميوليشن، بيبقى ده الالكترودز اهي، الكترودز. طيب قال لك والله الميكانيكال موداليتيز اللي هي الكومبريشن، قال لك الكومبريشن ده بنعمل ضغطات على التيشو بتاعنا، فالضغطات ده يعني يعمل يعني يقلل السويلنج، وكمان لو في ايديما بيخففها. وقلنا الايديما والسويلنج، السويلنج ده انتفاخ عادي، تورم. لكن الليمف الايديما دي بتبقى بسبب الليمف، ان الليمف بيحصل ان في تراكم للسوائل الليمفاويه والبروتينز وهكذا، فيحصل انتفاخ. طيب قال لك برضو والله احنا ممكن نعمل الكومبريشن ده اكسترنال، حاجه خارجيه زي ما قلت لك اهو، بيبقى حاجه زي بنطلون كده، ولكن بنطلون يعني نص بنطلون شراب، والجهاز ده يبدا يشتغل يعمل ضغطات ضغطات ضغطات، فيبدا الاديمه يعني يزق الاديمه لفوق ويبدا يحسن السيركيوليشن بتاعنا. والدكتور قال لك ما تركزش على الكومبريشن والتراكشن، كده كده هتاخدهم تاني. وقلنا التراكشن ده مانيوال تراكشن او ميكانيكال، يا بجهاز يا اما بايدك. ده والله بنبدا ان احنا يعني نبعد المفصل عن بعضه زي هنا كده مثلا اهو، ده تراكشن للسيرفايكال. والله ده بيخفف لنا الضغط على النيرف روت او الاعصاب اللي بتاعه الرقبه، يعني بالظبط عايزك تتخيل ان هنا في نيرف في المنطقه دي ومضغوط عليه بعظمه كده وعظمه كده، اللي هي الفرتبرا اللي هي الفقرات بتاعنا، فشدك وعاملك التراكشن ده يبدا يخف الضغط على هذا النيرف روت بسبب الشد اللي انت عملته. وده نوع من الموبيلايزيشن، ده يعتبر موبيلايزيشن زي ما قلت لك، انت بتحرك، بتعمل يعني شغل على الاكسسوري موفمنت
او الاكسسوري، الحركات الاكسسوري اللي بتحصل جوه الجوينت، مش الفسيولوجيكال. ولكن الاكسسوري لما بيتحسن الفسيولوجيكال يتحسن. ده كلام احنا خدناه في البايو ميكانكس. طيب كده يعتبر يعني هنبدا بقى نتكلم كده على شويه تيبس كلينيكال ابلكيشن، بقى ازاي بقى بنطبق الموداليتيز دي او الوسائل العلاجيه دي جوه بقى العياده.